اخبط كوباية القهوة المتينة بتاعتك أبو الصحاب وتعالى معايا أقولك على مباريات الزمالك كلها اللي هتقام في شهر 4، اللي هي أهم مباريات بالنسبة لي نادي الزمالك وبالنسبة للزملكاوية كلهم عايزين يعرفوا المباريات دي ايه. تابعنا، اعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن الزمالك. احنا بنقدم أخبار أول بأول، فيدنا زي ما بنفيدك. ويلا يا باشا تعالى معايا أعرف المباريات. بعد التوقف الدولي الزمالك هيرجع في مباراة قوية ما بين النادي المصري في الدوري أول جولة من الدور التاني، وهنرجع بجولة قوية لازم نفوز فيها ولازم نتألق ولازم نعمل مباراة كويسة لأنها هتفرق معاك في القادم. وتاني مباراة يا برنس في شهر 4 هي هتكون مباراة شباب بلوزداد. شباب بلوزداد دي أهم مباراة نص نهائي الكونفدرالية اللي انت لازم تتفوق فيها هناك عندهم حتى او تطلع بنتيجة ايجابية عشان تيجي في مصر هنا تبقى كويس وتعرف تلعب براحتك. تالت مباراة بالصحاب هي هتكون مباراة بيراميدز، مباراة مهمة. أهم مباراة يعتبر أهو أهم تاني مباراة في الدور التاني بعد الأهلي، لأنها مباراة مهمة مباراة بيراميدز ولازم تتفوق فيها. واحنا بنقدر نكسب بيراميدز الحمد لله، وبنقدر نتفوق على بيراميدز رغم فرق الامكانيات اللي ما بينه وما بيننا، ولكن احنا بنقدر نتغلب على بيراميدز بشكل كويس. لما بنلعب قدام بيراميدز ما بنخافش، لما بنلعب قدام بيراميدز بنقدر نتفوق عليهم بشكل كبير، بنبقى ماسكين شكل في الملعب كويس. يا ريت نكمل على الريتم ده. ورابع مباراة معاك يا برنس هي العودة هنا بتاعة شباب بلوزداد، ونفس الكلام اللي قلته، تأثير مباراة العودة هتكون من مباراة الذهاب، لأنك لو عملت نتيجة وحشة في مباراة الذهاب هتأثر عليك هنا، مش هتعرف تلعب هنا، مش هتعرف تيجي تبقى عندك دفعة معنوية أو بس إن شاء الله الكلام ده كله مش هيحصل. احنا إن شاء الله هنخلصها من عندهم وفي قلب بلدهم، وهنقدر نصعد من عندهم بإذن الله، لأن لعيبة الزمالك رجالة وإن شاء الله يكونوا قد المسؤولية. وخامس مباراة معاك يا أبو الصحاب هي مباراة الديربي اللي لو قدرت تخلصها بص انا ابصم لك بالعشرة ان انت خدت الدوري. لو قدرت تخلص مباراة الاهلي يبقى بنسبة 100% انت خدت الدوري، لان مفيش مباريات صعبة قدامك غير 3 ماتشات. يعني عندك بيراميدز، المصري، الاهلي. دي المباريات اللي هتقدر تبقى فيها نوش، يعني اللي هيبقى فيها نوش مش هتقدر تكسبها بسهولة، مش هتقدر تتفوق فيها غير لما تكون باذل مجهود كويس. ومتنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تسمع كل يوم خبر جديد عن نادي الزمالك من قناتنا زمالك مع محمود.